أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل. كل يوم أحلى من اليوم اللي قبله. بنحاول ننزل كل خميس. بصوا أنا قاعدة برا فأكيد هتلاقوا دبان. بنحاول بقى عشان ضغوطات الحياة وكده والمستشفى بقى والمذاكرة والتريننج والنزول وطبعا حياتي الشخصية كمان غير الشغل والدراسة. ف مفيش وقت خالص، مفيش وقت كتير. قدامي ناس دلوقتي بتصور فلوجز وشكلهم يوتيوبرز برضو. يعني نفسي اوريكم بس البرايفسي ما ينفعش، عيب. المهم ان هو معاه ستاند، الله، معاه ترايبود والموبايل وهيصور برضو. حاسه ان انا مش لوحدي الحمد لله. المهم دي فرصه حلوه قوي ان انا اكلمكم على كليه طب بشري. بصوا احنا دلوقتي بقينا 5 سنين وسنتين. كنا 6 و1، يعني توتال 7. طب 7 سنين معروف. كانت 6 سنين دراسة وسنة واحدة امتياز. دلوقتي بقت 5 سنين دراسة وسنتين امتياز. في نظامي أنا ال5 سنين دراسة دول متقسمين ازاي؟ أول سنتين ونص أكاديمي، باخد فيهم 8 مواد: اناتومي، بايو، فسيولوجي، بارا، باسو، هيستولوجي، وكمان فارما، ومايكرو. 8 مواد. ال8 مواد دول متقسمين على أول سنتين ونص. بناخد مديول، المديول ده بيبقى فيه 4 مواد أو 8 مواد على حسب الترم وعلى حسب كمية المديول برضو، وعلى حسب ايه المواد المشاركة في المديول ده. يعني في مواد، مش كل المواد بتبقى في نفس المديول، بس في مديولات كتير كان فيها ال8 مواد عادي. بنمتحن ايه في العموم؟ أول حاجة بنبدأ المديول بيبقى ماكسيمم شهر وأسبوع، يعني توتال 5 أسابيع. بنمتحن عليه مرة. فليبت. الفليبت ده عبارة عن ايه؟ بتبقى كيس، بنقعد نعمل تيم، بنشرحها، يعني بنشوف الأسئلة عن ايه ونقعد نتفاوض مع بعض عن الإجابات والكيس دي. طب احنا شاكين الدايجنوزز يبقى ايه، وهكذا. وبعد كده في حد مننا بيقوم بيشرح هو الموضوع ويحل الكيس. تمام تمام. في حاجة تانية اسمها التي بي ال. التي بي ال ده عبارة عن ايه؟ تي بي ال فيه اي رات وتي رات. الاي رات ده هو عبارة عن ان انا قدامي حوالي 10 اسئلة، اوبشن عادي اللي هو ام سي كيو. بنختار ام سي كيو، اوكي، 10 اسئلة وبس. ده الاي رات. بالنسبة بقى وكل واحد طبعا بيحله لوحده. التي رات بقى، التيرات بنحله ازاي؟ التيرات، بصوا انا متوترة عشان اللي قدامي دول بيصوروا، هم عمالين يبصوا جامد فانا اتكسفت فجأة. بس التيرات ده عبارة عن تيم. يبقى انا تيم. بنبقى برضو زي الفليب ده بالظبط، بتبقى كيس، وبنقعد نشوف الأسئلة مع بعض وبنشوف البروفيشنال دايجنوزز هيبقى ايه، يعني التشخيص المبدئي للكيس ايه، وبنعالجها ازاي، نطلب الانفستيجيشنز ايه اللي هو التحاليل ايه، وهكذا. ده بالنسبة للآيرات والتيرات بتوع التي بي ال. وقبل كده كنا صورنا الفليب. طيب، تاني بعدها بنعمل ايه؟ بعدها بنمتحن ميد تيرم. الميد تيرم ما بيبقاش للأسف على كل مادة لوحدها زي باقي الجامعات أو باقي الكليات، لا خالص. الميد تيرم بيبقى يعني كل اللي داخل في المديول. الميد تيرم بيبقى مثلا 4 مواد 5 مواد على حسب المديول داخل في ايه. بعدها بنكون يعني الميد ترم ده بنمتحنه في اخر المديول، اللي هو في اخر الشهر بتاع المديول. بعدها بنبدأ مديول تاني على حسب الترم ده فيه كام مديول. مثلا لو عندي مديولين او 3، هنقول مثلا الافريج بيبقى المتوسط 3 مديولات، في مرة 2، في مرة 4. بس 2 دي ما شفناهاش غير في أول ترم في الجامعة، بعد كده كان كله كتير بقى 3 4 5. المهم بنخلص المديولات كلها، بنبدأ بقى السايكل في كل مديول. فليب تي بي ال ميد تيرم. بعد كده بناخد اجازه حوالي مثلا شهر. بعد اجازه الشهر دي بنعمل ايه بقى؟ بنبدا ناخد نمتحن نظري وعملي. وعملي ده عندنا نوعين: النظري بيبقى written، يعني اسئله نظري، واسئله ام سي كيو. ده بيبقى عليه اكبر درجات. بعديها العملي في أسبي وأسكي. الأسبي ده مثلا سلايدات على الشاشة وبيجي عليها أسئلة وأنا بحلها، وكل سؤال
له دقيقة واحدة بس، واللي عدى خلاص ما بنرجعش نعيده. طيب بعدها ايه تاني؟ بعدها اللهم صل على سيدنا محمد، الأوسكي. الأوسكي ده بدخل على بيشنت ودكتور. دكتور بيبقى قاعد والبيشنت قدامه، وانا ايه، بعمل اكزامينيشن على البيشنت، والدكتور بيطلب مني حاجات معينة انا بعملها، وقبلها باخد هيستوري علشان اعرف مثلا البروفيجنال دايجنوزس ده ايه، انا شاكه ان هو ممكن يبقى عنده ايه. فكده يعتبر، وبنعمل كده في كل، بنعمل كده في كل مديول وكل امتحانات. بس دي طريقة الامتحانات عندنا. ده كده أول سنتين ونص. تاني سنتين ونص بنعمل فيهم ايه؟ تاني سنتين ونص بيبقى نفس الموضوع بالظبط، بس المواد مختلفة. عندنا بطنة، جراحة، أطفال، نسا، ولادة، رمد، كل عظام، كل التخصصات دي، أشعة. كل التخصصات دي بقى بناخدها في السنتين ونص الأخرانيين. تمام. وبنبدأ برضو في كل مديول بناخد تي بي ال وفليبد وكويز اللي هو الميد تيرم، وبعد كده الفاينل في أوزبي وأوسكي وهكذا. تمام تمام. بعدها بنعمل ايه؟ انا دلوقتي بقى خلصت ال5 سنين دول، دلوقتي انا في اولى امتياز، يعني في سنه 6. سنه 6 دي متقسمه عندي ل 4 راوندز. عندي راوند جراحه، راوند نسا، راوند بطنه، راوند اطفال. كل راوند 3 شهور، يبقى كده السنه. تمام تمام. كده السنه. والناس اللي قلت لكم اللي هم قدامي بيصوروا بجد عايزه اخد اليوتيوب تشانل بتاعتهم او اي حاجه، بس يعني ممكن اعمل كده، على فكره ممكن اعمل كده في اخر الفيديو. لما اخلص الفيديو ده ممكن يجيلي الشجاعه ان انا اروح اقول لهم انتوا بتصوروا ايه بقى، طب ما توروني الاكونتات بتاعتكم كده يعني. وتقريبا واحده ومراته. دلوقتي احنا في راوند الجراحه. انا بدات راوند جراحه، مش بيبقى بمزاجي، لا احنا بنتقسم بالارقام، بالقوائم وكده، بالابجدي. ودلوقتي عدى شهر في الامتياز، يا مسهل ربنا يعديه على خير. ونزلت تريننج في مستشفى برايفت. وطبعا انا انترستد على الانستجرام بس بحوار الجلدية وكده، درماتولوجي. فانا بنزل هناك حاجات كتيرة خاصة بالشعر، بالبشرة، بالبادي كامل، بالجسم كله. فلو انتوا انترستد بالحاجات دي متنسوش تعملوا لي فولو. لو عاوزتوا اي حاجة عموما كلموني هناك، وانا عشان نبقى صحاب، انا كل اللي كلموني هناك بيبقى صحابي خلاص. بص بقول هاي جايز، وبدأ الفيديو بجد، اقسم بالله يا جماعه انا انترستد قوي ان انا اقوم اعرف. بس هجرب بعد الفيديو ان شاء الله. الجو حلو قوي وهادي. مبسوطه ان انا خرجت النهارده، ومبسوطه كمان ان انا صورت الفيديو ده، لان انا مشغوله بجد بقالي فتره ومش عارفه اصور لكم خالص. بس لازم تعذروني، لان انا زي ما قلت لكم انا بقى امتياز وبنزل مستشفيات كتير، وعندي تصوير في كذا مكان مش يوتيوب بس، وعندي مذاكرة، وعندي حاجات كتير غير بقى حياتي الشخصية والفيديوهات اللي المفروض أصورها، حاجات كتيرة قوي، خروجاتي وعيلتي. بس أنا مبسوطة قوي. دي التيرنينج بوينت بتاعتي كانت هنا، أنا بدأت من هنا. فلما وصلت هنا تاني أنا اتبسطت. وخصوصا إن في أبديتس حلوة، حلوة قوي. الحمد لله طبعا، هذا من فضل ربي، مفيش أي حاجة بمجهودنا، والله العظيم في أي حاجة بمجهودنا، كلها بتبقى كرم من ربنا. واللي كاتب له رزق هياخده مهما كان فين. عارفه اللي هو في مثال كده بيقول رزقك هتاخده لو على ظهر عدوك، حاجه كده، اللي هو يعني مهما حصل ايه رزقك موجود، محدش هياخده. و... وطبعا دي ارزاق، وربنا كرمني. وطبعا واما بنعمه ربك فحدث نفسك. انا دايما بفكر نفسي ان انا قد ايه ممتنه لكل حاجه في حياتي، ممتنه على تعليمي، على كليتي، على شكلي، على حياتي، على اهلي، على اليوتيوب شانل بتاعتي، على صحابي، على الانستجرام، على كل حاجه. ممتنه ان ربنا بيديني فرص كتير، ان ربنا يعني حاطط فيا قبول، مخلي حب الناس ده بجد فعلا نعمة. والعلاقات يا جماعة حلوة قوي. يعني أنا دايما كان في كذا حد قال قدامي إنه مش مهم خالص في الامتياز تعملوا فلوس جامدة قوي، المهم تعملوا علاقات، المهم تعملوا علاقات كتيرة، لأن كل العلاقات دي يعني هتفيدك.
هتفيدك باي شكل من الاشكال. انا فعلا بتفيدني جدا جدا. ممكن تفتح لك ابواب كتيره جدا، بس برضو كده كده الابواب دي برضو كانت مكتوبه لك اوريدي، بس انت لازم تسعي. يعني انت كده كده لازم تسعي وتعملي اللي عليكي، وكده كده الحاجات دي مكتوبه لك، مش هتروح لغيرك زي ما اتفقنا. بس اللي قدامي دول بجد والله ان شاء الله هم يعني يجيلي جراءة واسالهم اليوتيوب شانل بتاعتهم ايه، لانه تقريبا يوتيوب يعني ان هو بيصور بالعرض مش عارف ايه كده. موضوع امبرسيف، وانا مبسوطه من نفسي قوي، ومبسوطه ان انا قاعده في مكان بابليك وبصور، وقدامي واحد بيصور برضو. الدنيا كلها بتصور هنا، بس انا عادي جدا، انا تمام ومرتاحه. يعني مش حاسه ان انا قلقانه او او متضايقه او كده، لا انا مرتاحه وتمام يعني. اتعودت وبقيت حاسه ان انا كده كده يعني عادي، يعني عادي، قمر قمر ما شاء الله عليا. وبس ده كان فيديو النهارده، واتمنى يكون نال اعجابكم. اكيد نال اعجابكم صح، اكيد. لان الحاجات اللي بتبقى تلقائيه دي بتبقى حلوه قوي. مبسوطه موت. ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا، وانا بجد من اول السنه وانا شايفه قد ايه هي بدايه خير، خير قوي قوي قوي. وانا الكوت بتاعت السنه دي كاتباها: فرحين بما اتاهم الله من فضله. انا ربنا كرمني فعلا، وعايشه الايه دي الحمد لله، وان شاء الله عايشها بالزياده. ويا رب دايما ربنا يكرمنا ويحقق لنا امانينا، وما تخلوش الشيطان يدخل لكم في النعمه اللي عندكم. يعني مثلا ما تكونيش انت دكتوره قد الدنيا والشيطان يدخل يقول لك: يا لهوي انت دخلتي، طب انت حياتك الاجتماعيه باظت، انت بعدتي عن صحابك، انت. لا طبعا الحمد لله انا ملاك رحمه، انا ببقى سبب في شفاء الناس بعد ربنا. فلا ما تخليش الشيطان ابدا 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 يدخل لك في اي نعمه. وربنا يكرمنا جميعا ويوفقنا ويكتب لنا الخير ويزيدنا من فضله. وبس ده كان فيديو النهارده، وبسطت قوي قوي قوي. باي. رجعلكوا بأبديتس جديدة. جماعة شافوني بصور وادوني الترايب بتاعهم وانا بصور لكم منه دلوقتي، وهبشرهم طبعا. بس والله كيوت قوي ومتعاونين شبه المصريين، وهي اللي عرضت عليا بجد كيوت. هصور لكم طبعا الترايب برضه، وبجد مبسوطة منهم قوي. انا طبعا مش هصور بكتير، انا يا دوب هصور ده وهقوم وهروح اشكرهم وكده.